عندي سؤال. تفضل. لو انا بعرف ارضى كان رضيت لحالي، والمستمعين كلياتهم كان رضيوا، بس يا اخي احنا مش عارفين نرضى، كيف ارضى يا شيخ؟ احيانا الواحد ضياء بروح عند الطبيب فيستلقي امام الطبيب، شو مالك؟ بوجعني بطني. بفحصه بعدين بكتب له ادويه. ترضى باللي كتبه ولا ما بترضى؟ ترضى طبعا. ليش؟ لانه دكتور وعارف اعلم فيك، دكتور. اعلم فيك بحالك. فكيف بالاله؟ كيف بالرب الذي خلق وبرأ؟ كيف بتسلم حالك لمخلوق زيك وتقبل بحجة أنه صاحب خلفية في هذه العلوم، فتسلم نفسك له وبتأخذ الدواء اللي بعطيك إياه ولا تقبل قدر الإله؟ إذا بدك تكون راضي عليك أن تكون مؤمنا، فالإيمان أساس الرضا. زي ما سلمت حالك للطبيب وجلست أمامه مستلقيا كالميت، وضع عليك سماعته وقال لك فيك الوجع الفلاني، قلت له نعم، قال خذ الدواء الفلاني، قلت له حاضر. سلم نفسك للإله. فإذا كتب عليك الإله شيئا فاعلم أن هذا الشيء هو الخير الذي سيصيبك، إن كان في الدنيا أو سيكون في الآخرة.